السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة، اللهم امين يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الفلاحي. العيش ده يا جماعة دي تالت مرة بصراحة اصوره. كل ما اصوره يحصل مشكلة كده، مش عارفة في ايه بالظبط، بس انا مصممة اني افضل اصور فيه لحد ما يطلع كويس، لان انا وعدت مشاهدينا في القناة اللي طلبوا مني الفيديو ده اني هعمله. عايزه اقول لكم ان انا صورته مرتين، مره اتمسح من على التليفون ومره الكاميرا ما كانتش كويسه، فادعوا لي بقى المره دي يتم على خير كده ان شاء الله. يلا نشوف مع بعض هنعوز ايه يا بنات. دقيق، وطبعا زي ما اتفقنا مش هقيدك باي مقدار، انت بتحتاجي الكميه اللي انت عايزه تعجنيها فبتجيبيها. ومعايا دي ميه دافيه، يعني مش سخنه قوي، دافيه للعجين عشان احنا في فصل الشتاء ولازم تبقى الميه دافيه علشان تساعده على الخمر. والملح طبعا. وديت قطعه خميره بيره، انا لسه ما دوبتهاش في ميه ومش مهم ادوبها، يعني طالما هعجن بميه دافيه انا هوريكم هستخدمها ازاي. ومعايا ديت رده اهي، دي الرده اللي انا هخبز عليها العيش، عشان انا مش هخبز العيش على دقيق زي الرقاق. العيش بيتخبز على الرده دي علشان بيكون سهل كده في الاكل، ما يكونش جامد عليه. كمان الرده خبيثه صحي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كده مع بعض. هنشيل الحاجات دي كده نوسع لنفسنا. هجيب الدقيق قدامي كده يا بنات، بعمل فيه حفره كده بالشكل ده، وبحط شويه ميه. باخد بقى الخميره كده زي ما قلت لكم، لو حابين تدوبوها في كوبايه عادي، انا هدوبها دلوقتي في قلب الميه دي كده. بدوبها كده يا بنات عادي بكل سهوله بتدوب معايا اهي. هحط بقى الملح بتاعي، وابتدي بقى ادوب كده الخميره مع الدقيق والملح. انا بصراحه من كتر ما انا صورت الفيديو دوت وما نفعش معايا، يعني مش العيش اللي ما نفعش، اول مره الخميره كانت بايظه، مش عارفه بصراحه البقال اللي انا اشتريتها منه كانت مركونه عنده ولا ايه. تاني مره صورته وخلاص وخلصت، وبعدين جيت بقى علشان اعمل الفيديو مونتاج وكده ومسحته كده غصب عني من غير ما احس. فيا رب بس المرة دي كده يتم على خير ويطلع كده في القناة ويتعرض ما يحصلوش اي مشكلة. هحط تاني مية. هكمل عجين يا بنات وهرجع لكم تاني علشان وقتكم. يا بنات انا خلصت العجينة بتاعتي اهي. العجينه بحبها تكون ماسكه كده شويه، ما تبقاش طريه قوي، علشان انا هخبزه في المكنه. وخبيز العيش بتاع المكنه ده بيبقى عايز العجين ماسك شويه، ما بحبش يكون لين. خلاص كده انا خلصت. هغطيها بقى بطبق سوري، هغطيها بكيس بلاستيك كده بالشكل ده. هتخمر ان شاء الله وهتملى الطبق ده كله، وهرجع معاكم تاني بقى نقرصها وهخبزها على المكنه وهوريكم خطوه خطوه. استنوا اهو يا حبيبي، رجعت لكم تاني بعد ما العيش بتاعي خلاص خمر اهو. هبتدي بقى دلوقتي اقرصه معاكم. الحمد لله الخميره طلعت كويسه وخمر المره دي اهو. هو ما ملاش الطبق قوي لان الطبق طبعا كبير، وكانت كميه الدقيق شويه صغيرين، فهو دلوقتي الكميه اتضاعفت، بس طبعا مش هيملى الطبق لان الكميه كانت بسيطه. دلوقتي بقى هجيب الصينيه اللي هقرص عليها اهي. هكون محضره معايا شويه دقيق زي دول كده علشان وانا بقرص هوريكم بعمل ايه. باخد بقى يا بنات حته عجينه كده زي ما انتم شايفين كده، وبحطها في الدقيق بالشكل ده كده. طبعا احنا بنحط على وشه دقيق مش زي الرقاق، اهو بصغر بقى التقريصه خالص بالشكل ده، لان انا هعمله على المكنه، والمكنه ما بتحتاجش التقريصه تكون كبيره، صغيره بالشكل ده. وطبق الدقيق اللي معايا اهو بحطها كده وبرصها في الصينيه بتاعتي بالشكل ده. واحده كمان. كانت في واحده صاحبتي يا بنات قالت لي واللي ما عندوش مكنه يعمل ايه. انا هوريكم ان شاء الله باذن الله وانا بخبز طريقه تانية للي ما عندوش مكنه، هخبزه على ايدي قدامكم وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي اهو.
وهرص كده بالشكل ده في الصينيه. هكمل بقى الصينيه كلها تقريص وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصت تقريص العجين بتاعي. خلصت اهوت زي ما انتم شايفين، وعملت 2 كبار بالشكل ده كده عشان اخبزهم على ايدي، عشان اوري اللي مش عارفين يعني اللي ما عندهمش المكنه ديت، اوري له الطريقه اللي هتتخبز بيها على الايد. عملتهم بس 2 والباقي كله المكنه. هغطيه بقى دلوقتي واسيبه يرتاح تاني على ما اروح اركب المكنه بتاعتي على الطبليه كده واظبط الدنيا واحضر العده بتاعتي. حلوه العده دي. احضر بقى الحاجات اللي هشتغل بيها وارجع لكم تاني بقى ان شاء الله نخبز مع بعض. يلا. عايزه اعرفكم على المكنه بتاعتي يا بنات اهي. انا كنت بحسب في ناس كتير عارفاها بس اكتشفت ان في ناس كتير ما تعرفهاش. دي الايد بتاعتها، احنا بنحط العيش هنا وبننزله من هنا، والمطرحه بتاعتها اهي بتكون طويله كده. دي المطرحه بتاعتها، اللي ما يعرفش شكلها برضو بتبقى طويله اهي. اوريكم بقى هنخبز ازاي دلوقتي عشان نختصر بقى والوقت ما يطولش. شوفوا يا بنات، انا دلوقتي بحط رده قدامي كده. انا هخبز العيش كله مره واحده وبعدين احطه في المكنه مره واحده، عشان طبعا معيش حد بيساعدني وانا ايه عشان انجز. اهو، وبحطه على وشه الدقيق، يعني من تحت بيبقى رده ومن فوق دقيق. اهو، نحاول بالراحه كده عشان ما نوقعش الدقيق تحت على الرده بالشكل ده كده، لو وقع بيحروق منه في الفرن بالشكل ده كده. يعني انا ما بخبزوش حبه كتار، انا بطوله بس شويه صغيرين علشان يدخل معايا المكنه هيبقى كويس. ثواني بس اعدل لكم الكاميرا عشان يبان شويه. يا بنات كده يا رب يكون واضح. واحط دقيق كده، هو ده بس الحجم اللي انا عاوزاه. هعمل كمان واحده. بنساوي كده بايدينا اهو. انا عارفه ان في ناس كتير يا جماعه ممكن تكسل تعمل العيش ده وبتشتريه ويقولوا احنا ما عندناش مكنه، بس انا عشان ما حدش يبقى له حجه انا عملت الاثنين اللي وريتهم لكم الكبار دول عشان اخبزهم على ايدي وتجربوه كده بالايد وهيطلع حلو ونفس النتيجه ان شاء الله. بالشكل ده كده هكمل كل العيش وارجع لكم تاني. اهو يا بنات، ده العيش بتاعي بعد ما خبزته صغير بالشكل ده كده. هبتدي بقى احطه في المكنه اهو، والف الايد بتاعتي كده وادخل ايدي من تحت واكون حاطه المطرحه بتاعتي تحت وبشده كده بالراحه خالص، وبينزل معايا على المكنه بطول على المطرحه بطول المطرحه كده اهو. هعمل كمان واحده معاكم، بحطها كده اهو وبدخل ايدي من تحت باخدها كده بالشكل ده اهو. شايفين بينزل معايا طويل ازاي؟ هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها وهرجع لكم. خلصت يا بنات الكميه بتاعت المكنه كلها. دلوقتي بقى هخبز معاكم اللي هخبزه على ايدي اهو، عشان اللي ما عندوش مكنه برضو يشوف طريقته. بعمله معايا بالنشابه بتاعتي كده اهو. ده طريقته يا بنات زي طريقه الرق بالظبط اللي انا خبزته معاكم على الايد بالشكل ده كده. هفضل اخبز فيها واكبر فيها لحد ما تكبر عندي بالحجم اللي انا عاوزاه بالشكل ده. هلف عليها داير مدور اهو. هخلصها برضو وهرجع. انا وصلت للحجم اللي انا عاوزاه في العيش اهو، وخلصت كل الخبز بتاعي. يلا مع بعض بقى نروح نحطه في الفرن. العيش بتاعي في الفرن معاكم اهو. يا رب بس صوتي يكون واضح، كل مره بيبقى فيه دوشه في الفرن. اللي بدا يستوي معايا بيقب اهو، بدا يقب معايا اهوت ويرتفع. اللي لسه ما قبل يا بنات العيش بتاعي بعد ما طلع من الفرن شايفين جميل ازاي وطويل. طبعا اللي حابب ينشفه ينشفه، واللي حابب يطلعه طري يطلعه طري زي ما انتم شايفين قدامي اهو. كلاته احمر وجميل. وده العيش اللي انا خبزته معاكم على ايدي بالحجم ده اهو. ده واحد، والتاني كمان اهو اكبر منه شويه. يعني في كلتا الحالتين تقدري تعملي على ايدك، تعملي كمان في المكنه اهو طويل وجميل. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا العيش ده لانه فعلا جميل وتحفه جدا جدا. يعني مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. وكفايه ان انت عاملاه على ايدك وضامنه نظافته وضامنه كل حاجه فيه.
يا رب الفيديو يا حبايبي يعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم تعملوا له لايك وشير وتشتركوا لي في القناة وتضغطوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك علشان يوصل لكم كل جديد مني وتكونوا اول ناس تشوفوا الفيديو اول لما انزله على طول. يا رب يا حبايبي كده ان شاء الله، يا رب اقابلكم في فيديو جديد واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.